في الصعيد خافوا يعدوا من عند خان قديم كان زمان بيبات فيه التجار والمسافرين، بس بعد حادثة غريبة حصلت من سنين طويلة محدش رجع يقرب منه. الحكاية بدأت لما كان فيه خان على أطراف البلد بيقف فيه المسافرين اللي جايين من القاهرة على طريق الصعيد. الناس كانت عارفة إن الخان ده مليان أرواح، لكن محدش عنده دليل. في يوم واحد اسمه سيد، راجل غريب محدش عارف أصله، جه البلد وقال إنه عايز يبات في الخان لأنه معهوش فلوس يروح أوتيل. الناس حذروه، اوعى تباتوا فيه يا راجل، المكان ده ملعون. لكن هو ضحك وقال: أنا طول عمري نايم في الصحراء، إيه يعني خان قديم؟ دخل سيد الخان، ومن هنا بدأت الكارثة. الليل جه وسيد ولع جاز في قنديل صغير وجلس. المكان كان مليان تراب، جدرانه مشققة وريحه قدم. لكن مع نص الليل سمع صوت خبط في الباب الخشبي الكبير. قام وفتح، ملقاش حد، رجع قاعد. بعد شوية سمع خطوات ثقيلة في الطرقة، خطوات بتقرب. نادى: مين هناك؟ مفيش رد، لكنه شاف ظل طويل بيتحرك على الحيطة، والظل ما كنش ليه صاحب. الخوف دب في قلبه، بس قال يقاوم وينام. غمض عينه وفجأة أحس إن في حد بيتنفس جنب ودنه. فاتح بسرعة، ملقاش حد، لكن القنديل طفى لوحده. الظلمة بقت حالكة والأصوات بدأت تزيد، أصوات ناس بتهمس كأن في سوق كامل مليان، وصوت نهيق حمير وضحك أطفال. سيد كان خلاص هيجن، جري ناحية الباب عشان يخرج، لكن الباب اتقفل من جوه. حاول يفتحه بكل قوته، مش راضي يفتح. وفجأة شاف في نص الخان راجل لابس جلابية قديمة ملطخة دم ووشه مش باين. الراجل ده قال له بصوت مخنوق: انت مش هتخرج من هنا إلا لو شفت اللي حصل لينا. واللحظة دي الدنيا كلها حوالينه اتغيرت. شاف الخان زي ما كان زمان، مليان تجار قاعدين، وفي واحد بيتخانق مع التاني على صفقة. فجأة الخناقة اتحولت لقتل، دم مالي المكان، واللي تقتلوا بقوا هم الأرواح اللي لسه محبوسة في الخان. سيد فضل يصرخ، لكنه وقع على الأرض. الصبح لقوا جسده نايم جوه الخان، ميت وعينيه مفتوحة على آخرها. من اليوم ده محدش دخل الخان، ولحد دلوقتي اللي يعدي من جنبه بالليل يسمع نفس الأصوات ويشوف نفس الظلال بتتحرك جوه. بعد 20 سنة من موت سيد، الخان لسه واقف زي ما هو، باب خشب متآكل، شبابيك مكسرة، وريحه غريبة بتطلع منه. لكن في زمن السوشيال ميديا في شاب اسمه يوسف متهور وعنده قناة صغيرة بيحاول يكبرها. قال لأصحابه: أنا هخش الخان وأصور لايف وهثبت للناس إن القصص دي كلها أوهام. كلهم حاولوا يمنعوه، لكن هو أصر. وجي يوم أخد الكاميرا ودخل، فتح البث المباشر، والناس بدأت تدخل تشوف. يا جماعة، أنا دلوقتي جوه الخان اللي بيقولوا عليه مسكون، زي ما شايفين، تراب، قذارة، مفيش أي حاجة تخوف. الناس في التعليقات: اطلع يا يوسف، المكان مرعب، بص وراك. يوسف ضحك: مفيش حاجة ورايا، اهدوا. لكن وهو بيتكلم الكاميرا سجلت ظل بيمشي وراه. اللايف اتقلب تعليقات وصراخ: في حاجة وراك يا يوسف، اطلع بسرعة. يوسف بدأ يحس بهواء ساقع ماشيا على جلده. قال لنفسه: يمكن عشان المكان مقفول. لكن فجأة الباب اللي دخل منه اتقفل بقوة. صوت الدبدبة بدأ يملأ الخان، زي صوت جموع ماشية حوالينه. يوسف رفع الكاميرا ولقط نفس المشهد اللي شافه سيد زمان. التجار قاعدين، الخناقة، الدم بيتدفق، الأصوات بترجع تاني. والكاميرا صورت أوضح حاجة: واحد واقف في الركن، وشه مش باين، بجلابية غارقة في الدم، نفس الراجل اللي ظهر لسيد. يوسف حاول يصرخ: أنا خارج، سيبوني، لكن الصوت جه في السماعات بنفس النبرة المخنوقة: مش هتخرج إلا لما تبقى زينا. اللايف فجأة انقطع، الصورة جمدت على مشهد وش يوسف وهو مرعوب. تاني يوم الناس لقوا كاميرته مرمية قدام باب الخان، لكن يوسف اختفى، لا جثة ولا أثر. ومن ساعتها أي حد يفتح اللايف اللي صور يوسف يسمع في آخر تانية صوت همس ورا ودنه: دورك جاي. بعد 20 سنة من موت السيد، الخان لسه واقف زي ما هو، باب خشب متآكل، شبابيك مكسرة،
وريحه غريبة بتطلع منه. لكن في زمن السوشيال ميديا في شاب اسمه يوسف متهور وعنده قناة صغيرة بيحاول يكبرها. قال لأصحابه: أنا هخش الخان وأصور لايف وهثبت للناس إن القصص دي كلها أوهام. كلهم حاولوا يمنعوه لكن هو أصر. وجي يوم أخد الكاميرا ودخل فتح البث المباشر والناس بدأت تدخل تشوف. يا جماعة، أنا دلوقتي جوه الخان اللي بيقولوا عليه مسكون. زي ما شايفين، تراب، قذارة، مفيش أي حاجة تخوف.